في عربيات كده لو جت عندنا السوق المصري فعلا هتعمل بصمة. انا بتكلم عن فئة العربيات الصغيرة اللي احنا ما بقناش نشوفها خالص. عربيات بتتركن في اي حتة، ممكن اي حد يركبها ويوديها معاه في اي حتة، تاخدش مكان في الركنة، وطبعا بتوفر في البنزين. عربيات السي بتاعها بنتكلم تحت ال1000 سي. يعني يوم ما تيجي ترخص العربية 3 سنين هتدفع لك في حدود 2000 2000 ونص 3 بالكتير. حتى صيانات العربية واسعار قطع غيارها برضه بتبقى حنينة وموجودة ومتوفرة في كل حتة. ومن اشهر العربيات اللي موجوده في الفئه دي اللي انا بتكلم عليها هي سوزوكي اسبريسو. سوزوكي اسبريسو ظهرت معانا في السوق المصريه اول مره في 2020، وناس كتير ما كانتش حابه شكل العربيه دي، بس كانت بتيجي في حته كده ما كانش في اي عربيه تانية بتقدمها في الوقت ده، وهي حته العربيه الهاتشباك الصغيره اللي كانت نازله بسعر 120 130 الف جنيه. وتقريبا ما كانش فيها عربيه بتلعب في السعر ده خالص في السوق المصري ساعتها. العربيه بتيجي معانا بموتور واحد 3 سلندر بيطلع 60 حصان. كانت بتيجي معانا بفتيس واحد بس اللي هو مانوال من 5 سرعات. بعد كده ظهر معانا في 2022 او 2023 تقريبا الفتيس الاوتوماتيك. اكتر ميزه واكتر عيب في العربيه دي الخلوص الارض بتاعها. خلوص الارض بتاع العربيه دي تقريبا 18 سم على عرض العربيه اللي هو متر ونص، وتقريبا ارتفاع متر ونص، فده يعتبر خلوص عالي مش قليل. يعني من الاخر كده الخلوص ده هيخليك ما تحكش في مطبات، بس الالتزام بتاع العربيه معاك تقريبا مش موجود. والمثير برضه ان العربيه دي بتنتج من مصنع سوزوكي في الهند، بس ما بتصدرش لاي دول سواء امريكا ولا اوروبا. ما تتصدرش غير شويه دول في اسيا وفي الفلبين وفي جنوب امريكا اللي هي البرازيل والدول دي، وموجوده كمان في نيجيريا وتونس. اختبارات الامان بقى الدوله المصنعه نفسها اللي هي الهند دخلتها اختبارات الامان عندها في الهند وخدت صفر في اختبارات الامان. كويس ان هم بصراحه كانوا صراحه مع نفسهم. ودخلت برضه في اختبارات الجلوبال انكاب وخدت نجمه واحده، وده في حمايه الراكب الامامي عشان النسخه دي كان فيها ايرباج، انما حمايه الراكب الخلفي مفيش خالص. ارقام مبيعات العربيه في الدول برضه تعتبر مش عاليه قوي، هي من العربيات اللي ما عملتش طفره في المبيعات. اكتر عيوب بقى اللي اشتكى منها ملاك العربيه في كل حته في العالم ايه؟ في مصر هنا الناس اشتكت ان الموتور بتاع العربيه ضعيف شويه، والمساحات الداخليه بتاعت العربيه ضعيفه ومش مناسبه للطرق بتاعتنا. في الخليج اشتكوا ان عزل الحراره بتاع العربيه ضعيف، والعزل الصوتي بتاع العربيه برضه ضعيف. في جنوب افريقيا الناس اشتكت ان العربيه ضعيفه شويه، يعني ما بتستحملش الخبطات جامد. اما في الفلبين وشرق اسيا اشهر العيوب اللي ظهرت ان الموتور بيتهز جامد مع المحركات، وده طبيعي في الموتور 3 سلندر. وفي ناس اشتكت كمان ان عفشه العربيه ناشفه شويه خصوصا في الطرق مش مهاده، وده طبيعي مع ارتفاع العربيه خلص 18 سم بالابعاد دي. لو ما كانتش العفشه بتاعت العربيه ناشفه شويه العربيه هتبقى ماشيه عماله تتمرجح يعني. طيب معنى كده سوزوكي اسبريسو دي عربيه وحشه؟ بص يا صديقي، العربيه دي للاسف مفيش بديل فيها دلوقتي. يعني العربيه دي كانت نازله بديل عربيه سوزوكي الالتو. الالتو تقريبا ما بقتش موجوده. حتى سوزوكي اسبريسو دي موجوده معانا لغايه فئه 2024 اللي بنتكلم في 550 الف، والاوتوماتيك بتاعها بنتكلم في 620 640 الف. سعر العربيه غالي، غالي. انا لو انا هروح اشتري بروتون ساجا من غير ما افكر اصلا. يعني العربيه دي المفروض ان هي جايه في حته ان انا جاي اوفر لك في توفير البنزين، ماشي، بس توفير البنزين زي ما انا قلت قبل كده مش كل حاجه، وتوفير البنزين مش زي ما انت فاكر. لو جيت تحسب التضحيات اللي انت هتضحيها مقابل توفير البنزين ده هتلاقيه عالي شويه. بتتكلم في مساحه داخليه، بتتكلم في عوامل امان، بتتكلم في قوه موتور، بتتكلم في اداء عام للعربيه، بتتكلم في اتزان على الطرق السريعه. كل ده مش هتلاقيه موجود في مقابل انت توفر كام لتر بنزين في ال 100 كيلو. يعني بحسبه بسيطه العربيه دي بتستهلك تقريبا 6 لتر كل 100 كيلو. وخلي بالك مش معنى ان هي 3 سلندر و1000 سي سي انها توفر بنزين بالشكل الرهيب. لو انت حملت على العربيه طلعت مطالع كتير هتبدا تسحب معاك بنزين عشان تعوض الفرق ده. هتحس بالفرق ده قوي لو انت لوحدك في عربيه او بتمشي في طرق زحمه، ساعتها اقول لك هتوفر معاك. احنا بنتكلم كده تقريبا انت هتوفر على العربيات التقليديه اللي هي 1600 1300 في حدود 2 لتر بنزين. يعني تقريبا التوفير اللي هتوفره بينها وبين اي عربيه عاديه في السنه لو انت هتمشي 10000 كيلو من حدود 2000 ل 4000 جنيه. طب العربيه دي وحشه ما فيهاش اي مميزات خالص؟ لا، العربيه فيها مميزات كتير مش وحشه. تكييف كويس مش وحش، عربيه صغيره بتركب معاك في اي حته، سهل قوي الانتقالات جوه المدينه، بس كعربيه رئيسيه يعتمد عليها في عيله لا، صعب شويه. وصلنا سعرها يعتبر غالي مش قليل. يعني زمان لما كانت العربيه دي نازله ب 120 130 الف جنيه والبروتون ساجا كانت نازله ساعتها ب 190 الف جنيه، اقول لك تمام، في فرق جاب في السعر بين العربيتين. انما لما تبقى دي الاوتوماتيك بتاعها ب 630 الف والاوتوماتيك بتاع الساجا ب 650 الف، طبعا نروح للساجا من غير تفكير. العربيه دي كانت تبقى حلوه قوي لو نزلت في فئه 400 الف جنيه، وفعلا هتحل ازمه. عشان احنا عندنا في السوق المصري مش شايفين خالص عربيات هاتشباك تحل الفجوه دي، هي العربيه الصغيره بتاعت السيتي كار اللي الواحد ياخدها معاه في اي مكان، بتوفر في البنزين ومش عامله مشاكل في الركنه، تنفع اسره في بدايه حياتها، تنفع بنوته تروح بيها الجامعه، تنفع شاب لسه صغير، وفي نفس الوقت يبقى سعرها معقول. ويا رب في 2026 نشوف عربيه ان شاء الله حتى لو صيني في فئه سعر من 400 ل 450 الف تقدم التوليفه دي. عربيه 1000 سي سي تكون صغيره، الاوبشن بتاعها يبقى معقول. بس نصيحه مني بلاش الخصوص الارض ال 18 سم دي، عشان مش ماشي خالص مع العربيات الهاتشباك الصغيره دي. احنا عايزين نركب عربيه، مش عايزين نركب عربيه نقعد نتمرجح بيها. وبس ده كان كل حاجه النهارده. يا ريت برضه ايه رايكم في العربيه، واللي معاه العربيه يا ريت ما يزعلش ويقول لي تجربته معاها بالتفصيل.
واشوفكم الفيديو الجاي. معاكم ام سيد، سلام.